السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل شوية فتة حلوين كده، يعني على قدنا. نشوف بقى الطريقة وهنقطع العيش هنا في الطاسة. تمام، عشان مادة دهنية معانا ايه حمصنا العيش اهو بالزبدة بتاعت الفتة. دلوقتي هنحط مع بعض تومة اهي، وننزل بمعلقة فلفل مفروم، فلفل أحمر مفروم، طماطم، هنفضي الصلصة، نحط معلقة ملح، هنا على الرز اهو، شايفين الرز؟ هنعرف الفتة بقى ونوريها لكم. دلوقتي احنا خلصنا اهو، تمام. العيش في الطاسة ماشي بعد ما حمصناه اهو مقرمش. طبعا لو العيش حسيتي انها كمية كبيرة عادي جدا ممكن تشيليه متحمص من قبل ما تحطي عليه اي حاجة خالص، تشيلي شوية في طبق متحمصين وتيجي تعملي تاني تستخدميهم عادي، مش هيجراله اي حاجة زي الفل. تمام، هنحط بقى ايه، نحط الشوربة سخنة جدا، الشوربة سخنة جدا على العيش. شوربة، انا مش عايزة العيش يبقى طري، انا عايزاه وانا باكله يكون مقرمش. ماشي كده خلاص، حطينا العيش. هنحط بقى ايه عليه الرز. نحط الرز وهنحط الصلصة كده. تمام، كده خلاص حطينا العيش. هنحط بقى ايه عليه الرز. نحط الرز كده. الرز اهو، حطينا الرز على العيش. تمام،
ماشي. وهنحط الصلصة. كده حطينا الرز كده حطينا العيش الاول في الشوربه، وبعد كده حطيناه في الطبق عشان عايزينه مقرمش، مش عايزينه طري. وحطينا عليه الرز، وبعد كده حطينا الصلصه. والصلصه طبعا انا حاطه لها خل وتومه برضو. لو عايز تعمل الخل والثوم لوحده تمام. انا ساعات بحط، يعني ساعات بحط بطش العيش وهو سخن بالخل والثوم. تمام. بطشه بالثوم والخل، اللي هو توم وخل وشوربه يعني. بطشه على النار اول العيش ما يتحمص، بطش عليه الخل واسيبه لمده ثواني، وبعدين افضيه في الطبق واغرف زي ما غرفت كده دلوقتي بالظبط.